في اللحظة بقى بتاعت الصدمة الأولى دي بنقعد شوية بنفهم إن إحنا في ابتلاء، ومن رحمة ربنا علينا إن إحنا نفهم إن إحنا في ابتلاء، لأن الناس اللي بتتظلم بتقعد فترة كبيرة من حياتها عايشة في كلمة ليه أنا اتظلمت ليه. وخاصة اللي بيغدر بيك دلوقتي بقى أقرب الناس ليك. الناس اللي بتظلمك بتبقى ناس أنت ضحيت عشانها، ناس عشت معاها عمر كبير، ناس استحملت عشانها ذل، فقر، إهانة، كسر خاطر، وفي الآخر بيقابلوا ده بالجحود وإن هو يظلمك. تمام؟ أو في ناس تنصب عليك، أو ناس تسرق مشاعر. المهم في اللحظة بقى بتاعت إدراك، ويا رب كلنا ندرك لحظة الابتلاء إن ده ابتلاء، لأن ده هيسهل علينا وقت كبير. طيب نيجي بقى على الظلم. إحنا ما بنبقاش فاهمين إحنا ليه اتظلمنا. هقول لكم على حاجة تلخص لكم احنا نفهم احنا ليه اتظلمنا، ودي آية من القرآن عشان نرتاح. منهج حياتنا زي ما قلت لكم، كل ما يعني يصعب عليكم امر او يجي لكم مشكلة او ابتلاء، ادخلوا افتحوا القرآن، عندنا حل في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ودي اول كلمات قالها سيدنا الخضر. بسم الله الرحمن الرحيم، انك لن تستطيع معي صبرا. الله على جمال الآية دي يا جماعة، إنك لن تستطيع معي صبرا. إحنا ممكن نعيش حياتنا مش فاهمين أقدار الله، الصورة أكبر من عقولنا يا جماعة. ممكن نعيش ونموت ومش عارفين غير إن إحنا اتظلمنا للأسف. فالآية دي تيجي تطبطب عليك، إنك لن تستطيع معي صبرا. إحنا مش هنفهم. أم الغلام ما فهمتش هما سيدنا الخضر قتل الغلام ليه. احنا عدى علينا قرون وسنين عشان دلوقتي القرآن يجي لنا بأحسن القصص ويفهمنا ليه السفينة تم خرقها، تم إنشاء عيب فيها من سيدنا الخضر، عشان كان في ملك ظالم بياخد كل سفينة غصبة بالغصب. يعني ركاب السفينة لحد دلوقتي ما عرفوا، عاشوا وماتوا وفاكرين ان هم اتظلموا. احنا كذلك في ابتلاء الظلم اللي بنمر بيه. حطوا الآية دي قدام عينيكم، وهقولها تاني. الكلمات الأولى لسيدنا الخضر اللي قالها لسيدنا موسى وهو بيستعجب لان هو سيدنا الخضر خرق السفينة. الكلمات الأولى، إنك لن تستطيع معي صبرا. انتوا يا جماعة ركزوا بقى شوية، احنا مش قادرين نصبر. عقلنا البشري وضعفنا وضعف قدراتنا مش عارفين نفسر الظلم ده ليه. لكن يا جماعة افهموا، احنا مش اتظلمنا، احنا اترحمنا. الآية دي تطبطب عليكم. اي حد مر بظروف قاسية من ظلم، من خيانة، من غدر. الناس اللي بتظلم دلوقتي كانوا زمان يحضنوك ويطعنوك في ظهرك. الناس الظلمة دلوقتي بقت جحدة، بقت غدارة بطريقة تقهر بجد. الله يكون في عون كل مبتلي بالظلم. فدلوقتي الظالم بقى يبص في عينك ويطعنك رغم وقفتك جنبه. فلازم تعرفوا يا جماعة، احنا بيغيب عننا حاجة وبنقعد حاطين الظلم في دماغنا. احنا مظلومين. والله انتوا اترحمتوا. انتوا لولا حصل فيكم كده كنتوا قعدتوا طول عمركم عندكم عطاء تدوا للي ظلمكم. انتوا كان لازم ان احنا نتكسر عشان نترحم شوية من اللي احنا بنعمله. لان الظالم ده ظالم اصلا، ظالم هو مولود وموجود، وهو عنده قلة الاصل والظلم. هو مش هيتغير، ده طبع فيه، بس هو مستني ياخد احلى ما فيك وبعد كده يطعنك خلاص. فاحنا لو حطينا الآية دي قدام عينينا، انك لن تستطيع معي صبرا، هنرتاح، هنطمن. احنا كمبتلين بظلم او اي ابتلاء، بمرض، اي ابتلاء يا جماعة، طمنوا قلبكم.
مفيش حاجة في الدنيا هتطمن قلبكم غير ان احنا نعرف ان اقدار الله كلها خير. عطاء الله عطاء، ومنع الله عطاء، والله العظيم احنا بس عايزين ندرك ده ويكون عندنا يقين في الله. انا طلعت النهاردة معاكم عشان اديكوا امل او نتعلم ان احنا نزود يقيننا في الله ونكون متصالحين مع الابتلاء. لو تصالحنا مع الابتلاء وعملنا 3 حاجات انا تملي بوصي بيها في فيديوهاتي لو حد متابعني. اول حاجة عند الصدمة الاولى ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خير منها. هنلاقي في سورة البقرة في الآية ولا نبلونكم، وربنا بيعرفنا اهو في المنهج ولا نبلونكم، وربنا بيعدد لنا يعني عشان أبقى متذكرة بالظبط الآية بالمعنى الصحيح مش قدامي القرآن، بشيء من الخوف. ونحمد ربنا ان ربنا ما بلناش بالخوف كله، لان كنا هنضيع هنهلك. والله ربنا عطانا شيء من الخوف، شيء من الجوع، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ويجي بعد كده ربنا يدينا الجايزه. الذين اذا قالوا انا لله وانا اليه راجعون، مالهم؟ بشر الصابرين الذين اذا قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون عند الابتلاء، انا لله وانا اليه راجعون عند الصدمه الاولى، انا لله وانا اليه راجعون لما يكون عندنا مشكله ومش عارفين نحلها. ارجعوا الى الله. لو قلتوا انا لله وانا اليه راجعون هتقعدوا بنفس مطمئنه. وربنا يقول لك ايه؟ اول حاجه بشر الصابرين. مين الصابرين دول؟ يا ربي يا ربي يا كريم يا اللي اهديتنا القران، والحمد لله اللي هدانا، ولولا ان هدانا الله ما كنا لنهتدي. هدانا القران ونعم بالله يا حبيبتي يا ماما كوكي. وهدانا القرآن عشان يكون منهجنا في الابتلاء في اللحظة الأولى. هدانا القرآن عشان نقرأ الآية الجميلة اللي في سورة البقرة اللي ربنا بيقول لنا ويعدد لنا فيها الابتلاء. وبعد كده بيقول لنا ايه في الآية؟ عشان يعني عطانا هدية، عطانا فرج من عنده. يقول لك ايه؟ وبشر الصابرين. مين الصابرين دول يا جماعه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. يعني انت مطالب بانك اي ابتلاء، ولو كل واحد عنده ابتلاءه فهو عظيم، اي ابتلاء ولو صغير فهو عظيم. اول حاجه تقولها انا لله وانا اليه راجعون. ربنا قال لك ايه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. انتوا عارفين يعني ايه صلوات من ربنا؟ انتوا عارفين يعني ايه ربنا يصلي علينا؟ رحمات، مغفره، عتق من النار، عوض في الدنيا. الكلمات دي والله انا يعني بقالي زمن، بقالي شهور ما طلعتش بس مباشر، بس بجد حبيت اطلع اقول لكم الكلام ده. حبيت اثبت نفسي واثبتكم، ومش عايزين نهتز عند الصدمه الاولى، مش عايزين نهتز، عايزين نعرف ان احنا ده ابتلاء من ربنا، وربنا بيحبنا، واشد الناس ابتلاء الانبياء. يا بختنا لو نكون من الصالحين والامثل هم الناس اللي عندهم ابتلاءات. ولازم نعرف ان حتى الابتلاء اللي احنا شايفينه شر لينا فهو خير، فرب الخير لا يأتي الا بالخير. تمام؟ الحمد لله يعز على كل شيء. حد عايز يسألني اي حاجة بعد الرسالة اللي قلتها لكم؟ ان احنا نتقبل اقدار الله بنفس راضية، واهم حاجة بعد الرضا والصبر اوصيكم بحاجة بقى. لما يعني يجي لكم امر صعب، او يجي عندكم مشكلة، او يكون في عندكم ضيقة، ما تعملوش حاجة خالص الا حاجة واحدة. وقتها مش دماغكم مش هتكون قادرة تفكر الا في حاجة واحدة، وانا بعمل كده. تدخلوا تتوضوا وتطلعوا تصلوا. لو كان في ميعاد للصلاة اللي هي الفرض صلوها. لو في حبيبة الرحمن شكرا ليكي، لو كان مش ميعاد صلاة صلوا ركعتين نافلة. اتمنى منكم عند الصدمة الاولى وعند المشكلة اي مشكلة واحنا بتقابلنا طول يومنا وحياتنا مشاكل كتيرة، لان ربنا بيقول لنا ايه يا حبيبه الرحمن؟ شكرا ليكي على القلب الجميل ده. ربنا بيقول لك ايه في القران برضو؟ ما انا قلت لكم منهج حياه، في كتالوج، كل حاجه في الدنيا ليها كتالوج. الواحد لو يعني ولله المثل الاعلى، انت لو عملت اي حاجه بايدك انت عارف ده كتالوجها. ربنا بيبعت لنا هديه هو القران. فلما لما نيجي يبقى عندنا امر ضيق علينا خلقنا، او عندنا مشكله، والله انا لو في عز المشكله
وفعلا مشكله بتكون جامده، بدخل اتوضى واطلع اصلي ركعتين اهم حاجه. ليه؟ عشان ربنا يقول لك ايه في القران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاه. يا ربي اهو يا جماعه، انتوا يعني لما يجي لكم مشكله بتتعبوا ليه؟ بتلفوا حوالين نفسكم ليه؟ بتتضايقوا ليه؟ بتستعينوا بالناس ليه؟ ما تستعينوش بحد، ما تشتكوش لحد، ما تخلوش الشيطان يستحوذ على دماغكم. استعينوا بالصبر والصلاه. ده قرآن، ربنا بيقول لك اهو في القرآن. فانا بناشد النهارده كل المبتلين. حلوه كلمه اناشد دي، كلمه كبيره بجد والله. اتمنى منكم لكل المبتلين يفهموا ان الابتلاء اللي هم فيه ده رحمة من ربنا. لكل الناس اللي بتمر بظلم في الوقت ده، والله العظيم انتوا مش فاهمين انتوا بتمروا بايه. رضيتوا، ربنا بيقول يا عبدي ان رضيت بقدري اعطيتك على قدري. ارضوا يا جماعة عشان ربنا يراضيكم. الابتلاء مش هيترفع الا بعد الرضا. عايزين تخلصوا الابتلاء اللي انتوا فيه بسرعة، سواء ابتلاء مرض، سواء ابتلاء ظلم، سواء ابتلاء خيانة، اي حاجة، غدر، خلصوه. حبيبتي يا صافي منورة، الله يخليك يا صافي. وهقول تاني يا جماعة، ربنا بلانا ابتلاءات وعددها لنا وقال لنا لنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف ابتلاء، في ناس بتتعب نفسيا من الخوف. حياتنا كلها خوف اساسا، احنا جايين الحياة واحنا عايشين في خوف، خايفين نتعب، خايفين. ده في ناس يعني ممكن انا ساعات ببقى خايفة ان النور يتقطع عليا وانا في الاسانسير، هعمل ايه؟ كل حياتنا خوف. فربنا قال لك ايه؟ اي حاجة تخاف، تتعب، تمرض، تتظلم، يتغدر بيك، قول إنا لله وإنا إليه راجعون، واصبر على الابتلاء اللي انت فيه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات، رحمة، مغفرة، هداية، عتق من النار. وأولئك هم إيه؟ المهتدون. مين المهتدون دول؟ الناس اللي صبروا. لكن احنا لما يجيلنا أي ابتلاء مش عايزين نصبر، مش قادرين نصبر. امتى الابتلاء ده هيترفع عننا؟ حتى لو دعينا مش قادرين نصبر بعد الدعوة. امتى الدعوة دي هتستجاب لينا؟ لا، نصبر. احنا مأمورين بالصبر. الدعاء مأمورين بالدعاء. ربنا بيقول لنا برضو في الكتاب ادعوني استجب لكم. ده امر من الله. امتى الاستجابة؟ الله اعلم، العلم عند الله. الدعاء عبادة، انتظار استجابة الدعاء عبادة، اليقين في الله ان هو هيستجيب الدعاء عبادة. ممكن الدعوة ما تستجابش لنا دلوقتي، احنا غير مهيئين ليها. ممكن الدعوة ما تستجابش لينا عشان الدعوة دي مش خير لينا، شر لينا. ممكن الدعوة ما تستجابش لينا دلوقتي، مدخرة لينا يوم القيامة، مدخرة حسنات. فكل حاجة عندنا في ديننا سهلة. حتى الابتلاء نهايته فوز بالجنة. بنتعب، بنصبر، ممكن نتقهر، ممكن نتألم، هنتألم شديد، ألم شديد جدا، ممكن نتوجع من أقرب الناس لينا، بس نهايته صبر. نهايته صبر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، وأوعدكم إن شاء الله نعمل بس تاني، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.